حضراتكم في 6 ابريل يوم 25 يناير الصبح رايحين فين؟ يعني اغلب الترتيبات ان هو هيكون يعني تجمع في ميدان التحرير. تمام، مش هيكون في يعني بالعكس ده فيها حتى مجموعات من 6 ابريل وائتلافات اخرى تقوم بحمايه منشآت هامه. يعني مفيش الدعوة اللي موجودة على الانترنت من بعض الناس يزحفوا على كذا او هاجموا وزارات، هاجموا الداخلية، هاجموا وزارة الدفاع، الكلام ده كله 6 ابريل مش موافق عليه؟ طبعا اي دعوات الهجوم او التخريب احنا ضدها جدا، ضدها تماما، والثورة سلمية طول عمرها ثورة سلمية منذ اليوم الاول. امال المسيرات اللي بتحصل متقطعه للحشد اليوم 25 يناير دي مسيرات ايه؟ دي بتاعتكم بتاعت 6 ابريل. تمام، دي 6 ابريل وحركات اخرى للدعوه اليوم 25، ولكنها برضو ما حدش اتكلم فيها عن اي تخريب لاي منشأ. ايوه انا فاهم انه ما حدش اتكلم فيها، ما حضرتك يعني معلش انا اسف، خلينا نتكلم بعيد حتى عن 6 ابريل. انا لو هعمل حاجه يوم 25 يناير مش هنزل اعلان يعني، انما في حركه في الشارع لحشد ناس يوم 25 يناير. مش دي بتحصل اليومين دول في المهندسين وفي مدينة نصر وفي مش عارف فين، تجمعات عشان يوم 25 يناير يبقى في عدد كبير. ده مطلوب ليه؟ مطلبنا واضح، هو تسليم السلطة لمجلس الشعب، محدش يعني دعا لأي شيء تخريبي أو أي شيء تدميري يعني. انتوا عندكم مطلب او هناك مطلب من عدة جهات زي ما انت بتقول ان المجلس العسكري يسلم الحكم الى مجلس الشعب المنتخب. تمام. ماذا لو خرج المجلس العسكري وقال لا، مجلس الشعب ده سلطة تشريعية وانا مش هسلمه السلطة التنفيذية الان لحين انتخاب الرئيس القادم وعمل دستور جديد، ايه هيكون الحل؟ ايه اللي هيحصل؟ يعني رفض المجلس تعنته ورفض تسليم السلطة بيزيد التوتر باستمرار، ولو حدث مرة اخرى ورفض المجلس العسكري تسليم السلطة وتمسك بيها هيزيد الامر توتر مره اخرى. فاستمرار واصرار المجلس العسكري على السلطه بظل هذا الاحتقان يعني هيؤدي لنتائج وخيمه. فالاحسن والاسلم نلجا للعرف الدستوري الخاص بتسليم رئيس مجلس الشعب السلطه بعد انعقاد مجلس الشعب مباشره. انما انت تتحدث عن تكليف المجلس التشريعي يوم 25، تكليفه انه يتولى الامور في البلاد. مين اللي هيكلفه؟ وايه لو هو قال لا انا مش مستعد اعمل ده؟ يعني لو الاحزاب بتاعته قالت لا هتعملوا ايه؟ في اتصالات من جهه، في اتصالات، في بالفعل اتصالات، وهيكون التوافق ان شاء الله قبل يوم 23 او يكون الراي النهائي قبل يوم 23. ولكن هذا المطلب متوافق عليه من كل الحركات الشعبيه اللي كان ليها دور اصلا من الاساس في قيام بالثوره، واللي هي دلوقتي حاليا المجلس العسكري بيشوهها، وهي حاليا المجلس العسكري بيتهمها بالخيانه والعماله لجهات اجنبيه. فنحن نثق مطلقا في المجلس العسكري ونثق مطلقا في قدرته على اداره البلاد، واي تاخر في استمراره في السلطه هيؤدي نتائج وخيمه. ايه هي نتائج الوخيمه؟ قول لنا ايه هي نتائج الوخيمه، لان انت خد بالك ان الشعب المصري قلقان من اللي هيحصل يوم 25. لا مش يوم 25. نتائج الوخيمه اللي هي يعني هروب الاستثمارات. مفيش دوله تستثمر في مصر فيها حكم عسكري، مفيش دوله تدي معونات. ما هي الاستثمارات يا استاذ احمد هربانه اوريدي. هو انت شايف الاستثمارات يعني مقطعه الدنيا بوجوده بعدمه؟ ما احنا حالتنا زي الزفت. لا بدون وجود حكم عسكري. لا يعني انا ما بقيتش الحكم العسكري يا استاذ احمد، بس بقول لك اوريدي دلوقتي احنا ما عندناش لا استثمارات ولا سياحه، ما انت عارف الاسباب. هل يوم 23 او 24 لو ما لقيتوش استجابه من مجلس الشعب انه يتسلم السلطه وان الامور تمشي كده هتعملوا ايه؟ يعني ده لسه برضه لسه سابق، يعني وقت مبكر على الحديث عن الاحتمالات الموجوده. لما نشوف 23 يعدي. الردود دي مش مطمئنه يا استاذ احمد. ده كده الرد اللي انت بترد عليا بيه دي لما نشوف. يعني لسه في اجتماعات شغاله ولسه في مشاورات شغاله بين كل القوى السياسيه، والشكل النهائي اليوم هيتضح يوم بعد يوم. يدرك لك ان مش هيكون في عنف اطلاقا من اي جهه من الجهات، ونحن هنحاول نمنع اي شخص يستخدم العنف، ولو اي حد اندس او حاول يثير متاعب فهو ليس من طرفنا وقد يكون مسوس من المجلس العسكري، لانه هو اول من عايز اسالك سؤال اخير. حضرتك بتقول لو اي حد دخل في وسطنا حاول يعمل حاجه
قد يكون مدسوس من المجلس العسكري. ولو حد زحف لكن استفزاز لا 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 انا بتكلم دلوقتي لا استفزاز انا نازل معاك، لو حد استفزنا انا نازل معاك، انا بسأل سؤال واضح. لو حد زحف على وزارة الدفاع او على وزارة الداخلية والناس دي استخدمت قدامه القوة، هل ده يبقى من حقه ولا مش من حقه؟ يعتقد من الواضح ان اي حد بيحاول يخرب اي منشأة عامة لابد من منعه. شكرا استاذ احمد ماهر من جامعة 6 ابريل.